السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ده تالت سيشن معانا في لسه وات از ذا مينينج اوف بروجرامينج، وتالت سيشن معانا بتتكلم عن قاعدة اف. قاعدة اف بشكل عام احنا بنستخدمها في حياتنا، بس احنا ما بناخدش بالنا. بس قاعدة اف موجودة في كل حاجة في الدنيا، موجودة في حياتنا، موجودة في المناهج، حتى الانجليش موجودة، في الاكسل موجودة، في كل حاجة موجودة، حتى في البرمجة. بنبسطها بشكل بسيط قوي كده. هي أداة بنستخدمها عشان نعرف احنا هنعمل ايه بناء على شرط معين. يعني انا هعمل حاجة بناء على حاجة معينة، لو هي موجودة انا هعملها، طب لو مش موجودة انا هعمل حاجة تانية خالص. يعني بقول للبرنامج برضو لو الشرط ده تمام معايا انا هعمل ده، لو الشرط ما اتحققش هعمل حاجة تانية خالص. طب عشان نبسطها بطريقة سلسة وجميلة، تخيل كده معايا ان انت طالع من البيت وبتفكر هلبس جاكيت ولا لا. هلبس جاكيت ولا لا، القرار ده هيكون بناء على حالة الطقس. حالة الطقس والجو هتكون عاملة ازاي. طب لو الجو شتاء انا هلبس جاكيت، لو الجو دافي والدنيا تمام خلاص معايا هلبس تي شيرت. خلاص كده، هي دي قاعدة اف قوي بطريقة بسيطة وسهلة. فهو الجملة دي جملة الشرط في البرمجة اللي هي قاعدة اف هتساعدك ان انت تتخذ قرار، هيبقى بناء طبعا على ظروف معينة اللي هي حالة الطقس. تمام. هنعمل طبعا مسائل البرمجة عشان نبسط الفكرة وعشان تكون سلسة معانا. هنشوف المثال ده، ان هو احمد اللي احنا قلنا عليه ده بيكتب الكود عشان يقرر انا هلبس الجاكيت او ولا لا بناء على حالة الطقس. يعني حالة الطقس لو كانت وحشة او الجو شتاء انا هلبس جاكيت، لو حالة الطقس هي مش ده الجو دافي خلاص مش مستاهلة انا هلبس تي شيرت. خلاص يا بيه الدنيا اتظبطت معايا، قاعدة اف انا استخدمت قاعدة اف وخلاص. فدلوقتي هنعرف نكتبها على الكمبيوتر، واحمد ده معانا هيكتب. دلوقتي انا دخلت string with a condition equal method. يعني انا دلوقتي دخلت نص اللي هي الstring وبعدين بحطها في قاعدة if. قلنا قاعدة if اللي هي with a condition equal method، يعني هي لو حالة الطقس هتبقى مطر انا هيبرنت البرنامج بتاعي ان انا لازم البس جاكيت وامسك شمسية. طب لو غير كده الجو مش مطر ممكن البس تي شيرت ومعايا ازازة مية والدنيا بيس يعني. فهي دي حالة الطقس ببساطة قوي، والشرط بنفحصه على اساس حالة الطقس. لو هو تمام هلبس الجاكيت، لو مش تمام هلبس التاني. فعشان الخص الحوار ده والحدوتة دي بطريقة جميلة وحلوة، فحابين بس نقول نكتة كده اللي هو ظريف. ان مرة ما بعرفش اقول نكت قوي فتمام. مرة واحد مبرمج، يقولك مرة واحد مبرمج دخل محل حلويات، قال للبائع هو انت عندك كحك شوكولاتة؟ هشتريه. البائع قال له طب لو مفيش شوكولاتة؟ قال له هشتري اي نوع تاني. فانا الخص لك قاعدة اف بطريقة جميلة. قاعدة اف دي حالة شرطية انا هتخذ قرار على اساسها. لو الدنيا معايا تمام هتخذ القرار ده، طب لو مش تمام هتخذ القرار ده. بس هي دي قاعدة اف بمنتهى البساطة والسيشن هنا انتهت معانا. اتمنى اكون استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله.